السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلنا في سلسلة حل مشكلات الماكرو، وزي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نحل مشكلة security risk اللي بتظهر بالأحمر فوق. النهاردة عندنا مشكلة جديدة وهي enable content، وهي مشكلة أو هي ما تعتبرش مشكلة كبيرة، ولكن بعض الناس بيحبوا إن الشريط اللي فوق ده بتاع enable content أو المسج اللي هي security warning ما تظهرش تاني، إن هو يفتح الملف يفتح معاه على طول. طيب عشان أحل المشكلة دي هو بيقول هنا automatic update of links has been disabled، إن أنت عشان تحدث بعض الروابط بشكل تلقائي مش هتظهر معاك، فهو بيقول لك enable content عشان تظهر معاك. أنا مش عايز المسج دي تظهر، أقول له من قائمة فايل وانفو هلاقي عندي حاجة اسمها enable content، وعندي هنا شريط اسمه trust center setting، هضغط عليها فتح لي على طول في المسج بار. قول هنا show the message bar in all application when active content، اللي هو المسج اللي بتظهر لنا بتاعت security warning enable content بتظهر. فأنا هغير التحديد ده وهخليه على never show information about logged content وأقول له OK. ومن قائمة من enable content هختار enable content، كده مش هتظهر لي تاني الرسالة أو المسج بتاعت security warning. لو أنا قفلت الملف كده فتحته تاني هلاقيه بيفتح بشكل تلقائي ومفيش أي مشكلة أو مفيش أي رسالة ظهرت عن enable content. وده الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبكم وأتمنى يكون مختصر مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.